السلام عليكم متابعي القناة، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معي في قناتكم اخبار دوجا فيديو جديد. قبل ما نخليكم مع المقطع كنتمنى انكم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. نشاهدوا جميع. اقول له اسكت كفايه، عمال يعمل لك كده. رايح تعمل للجمهور كده ليه؟ بقول لك احنا بعبع افريقيا حبيبي، انت فاشل جبان، مدرب فاشل وجبان الاثنين سوا، فانت لا تصلح. بلاش السبعه دي مش بتاعتك ومش انت اللي عاملها. هنوصل مين يا حبيبي؟ هو مين اللي فاضل اصلا؟ التانيين افارقه، فاضل المغرب. هي المغرب هتبص لك انت؟ انت شفت منتخب المغرب؟ لا طبعا ما شفتوش، انت مشغول في الكيد بتاع اللعيبه. لا انا معرفش هم مين يا كابتن حسام، الناس اللي مش عايزيننا نوصل للمباراه النهائيه. وبعدين اكيد الناس دول مش هم اللي منعونا نسدد على مرمى السنغال طول المباراه، واول تسديده لينا من عمر مرموش بعد الدقيقه 90. اكيد مش الناس دول اللي هم مش عايزيننا نوصل نهائي، دول هم اللي منعونا نطلع بتسديده واحده على مرمى السنغال. وجماهير المغرب من حقها بقى تشجعك، تشجع منتخب بنين، تشجع السنغال، تشجع كوت ديفوار، والله بمزاجهم داخلين الملعب وفي بلدهم ويشجعوا حاجه. اقول له انت ليه ما شجعتنيش، واوجه الموضوع ليه واساله وانت ليه ما تشجعنيش؟ لا هو حر. كابتن حسام، انت اللي بدأت يا كابتن حسام، يعني انت اللي عملته بعد مباراة مصر والسنغال وإشارة ب7، والتاني مروان عطية بيقول للحكام انتوا مرتشين. الكرة كانت بتبقى مع منتخب مصر مثلا وحد كان بيطلع بيخش ياخد الكرة ويجري. ما فهمتكش. احنا الفراعنة ماشي، احنا بعبع افريقيا ماشي، احنا السبع بطولات ماشي، وبعدين التامنة كانت معاك وديتها فين؟ خسرنا نسكت، ما ندخلش الدنيا ببعضها. كابتن ابراهيم طالع بيقول لك احنا كنا قاعدين في بنسيون. بنسيون ايه يا كابتن ابراهيم؟ ما فيش بنسيون في المغرب حضرتك، الكلمه دي اتلغت اصلا من القاموس. بنسيون ايه حضرتك؟ اصل احنا ما عرفناش ننام كويس. ايه التصريح ده؟ فين المشكله؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ منتخب مصر ما جاش. التصريحات الغريبة الرهيبة بتاعت كابتن حسام حسن اللي قال لك احنا 7000 سنة حضانة، اللي قال لك احنا واخدين 7 كؤوس، اللي يعني ده اللي احنا فالحين فيه. احنا بنينا الاهرامات من 7000 سنة، طب ما نبني زيها. احنا خدنا 7 كؤوس، طب ما ناخد زيها مثلا 7. دي 7 طمسات، دي 7 خيبات احنا اتخيبناهم، احنا طمسناهم بدل ما يعني هو ليه يا اولاد احنا دايما مش شعلجين؟ طبعا في ظهري دلوقتي الفندق اللي قال ايه ابراهيم حسن وحسام حسن بيقول لك احنا اتغلبنا عشان نزلونا في فندق من الفنادق اللي مش كواليفايد، يعني فندق بارسيلو في احسن مكان في طنجة في البلاية على الكورنيش على طول. عايز ايه اكتر من كده؟ فندق تنزل فيه يا حسام يا حسن. اسباب وشماعات للهزيمة ليس لها اي علاقة بكرة القدم. انت ما لعبتش كرة قدم، ما قدمتش اي مباراة، ما فيش فن، ما فيش خطط، ما فيش جمل تكتيكية اتعملت. ده احنا ما رحناش على الجون يا راجل بكرة خطيرة نقول مثلا مصر كان عندها هدف او 2 ما قدرتش تحرزهم اهداف. تعالوا نشوف الفندق ونشوف مكانه. ها هو الفندق، شوف اسمه بارسيلو، فندق من احسن الفنادق اللي موجودة في طنجة، من احسن الفنادق اللي موجودة على الكورنيش، فندق بارسيلو. تعالى يا عم شوف 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 ما شاء الله، شوف الاطلالة بتاعت الفندق، شوف بتطل على ايه، شوف بتشوف اسبانيا كاملة من الناحية التانية، شوف كورنيش، شوف مدخل الاوتيل، ما شاء الله تبارك الله، من احسن الفنادق اللي موجودة. يعني اسباب وهي وكلام فاضي، كلام حسام وابراهيم. في النهاية اللي عايزين نقوله ان لا فندق، لا ملاعب، لا جماهير، لا اي حاجة سبب الهزيمة سوى حسام وابراهيم. ما قدروش يكسبوا الجماهير المغربية اللي كانت بكل امانة في المباريات الاولى كانت بتشجعنا بحرارة كبيرة جدا، الا انه حسام وابراهيم وافعالهم هي السبب في عدم تكملة تشجيع الشعب المغربي او الجماهير المغربية لمنتخب مصر، وده حقهم تماما. النهائي المغرب والسنغال ان شاء الله تتوج المغرب بلقب البطولة الذي تستحق عن جدارة واستحقاق. اقوى منتخب في البطولة، بطولة عالمية، تنظيم رائع وفنادق على اعلى مستوى، لا حجج ولا براهين. احنا ما جيناش اصلا الكان، ما لعبناش مباريات ولا عندنا خطة
ولا عندنا غير صلاح ومرموش بنعتمد عليهم. كرات طويلة 11 لاعب واقفين ورا وأجارك الله. وهذه هي النتيجة. وكمان هنشوف نفس النتيجة في كأس العالم أمريكا 2026 لو ما غيرناش المنظومة وغيرنا المدرب وشفنا لعيبة تانية تعرف قيمة وقامة منتخب مصر وتيشيرت منتخب مصر. اللهم إني قد بلغت. فندق إقامة سيء والناموس والبراغيث وعدم تشجيع الجماهير المغربية هو سبب خسارة المنتخب الوطني. إبراهيم حسن طالع يعلق فشلهم على فندق الإقامة والناموس والبراغيث. والجمهور المغربي كان بيشجع السنغال. يا باشا يشجعوا اللي هم عاوزينه. احنا في مصر برضه ما بنشجعش المغرب كلنا، في ناس بتشجع المغرب وفي ناس بتشجع منتخبات تانية. أما فندق الإقامة لو سيء عمره ما هيبقى زي اللي موجود في أدغال إفريقيا. وناموس إيه اللي موجود في الشتاء؟ ولو في ناموس هو اللي خلاك وقفت تدافع، هو اللي خلى منظر المنتخب الوطني أسوأ منتخب موجود في البطولة، هو اللي خلى أداء لعيبة المنتخب زبالة بالشكل ده، هو اللي خلى محمد صلاح ما يعرفش يرقص، هو اللي خلى لعيبة المنتخب مش عارفة تعدي نص الملعب قدام منتخب السنغال. حسام وابراهيم افشل اتنين مسكوا المنتخب الوطني طالعين بيعلقوا شماعاتهم على جمهور المغرب. لا انا بقول لك اهو شكرا للجمهور المغربي والاقامه وعلى حسن الضيافه للجماهير والبعثه المنتخب الوطني، ومفيش احسن من كده للمنتخب. الفشل من عندنا وعدم النجاح في تحقيق البطوله هو من عندنا احنا، من الجهاز الفني ومن اللعيبه. بلاش تعليق شماعات على ناس قدموا واجب الضيافه وانت عاوز تقابلهم بسوء الضيافه. ايه اللي بتعمله يا بابا؟ بتعمل ايه يا بابا؟ برش يا ابني عشان الناموس. انت مش شايف الناموس مبهدلنا ازاي؟ ناموس ايه في الشتا يا بابا؟ ناموس ايه في الشتاء؟ والله يا كابتن حسام حسن اللي قال لي البقين دول. اعمل ايه؟ اصدقه؟ اكدبه واصدق عينيا؟ ما اقدرش. كدبه وقول له مفيش ناموس في الشتاء. مفيش ناموس في الشتاء؟ لا مفيش، هو اهبل. هو اهبل؟ ايدك يا بابا. يلا ايدي ما ايدي اهي. يلا يلا ربنا يكملك بعقلك. ربنا يكملني بعقلي. هي وصلت لكده؟ يلا نروح نتغدى يا بابا. يلا نروح نتغدى. تعالى يا حبيبي. مش اي حد يقول لك حاجه تصدقه يا بابا. مش اي حد يقول لي اي حاجه صدقه. والله يا ابني ما صدقته. والله هو اللي بترش. والله ما انا قلت امشي وراه اشوف يمكن عنده حق. يلا حبيبي تعالى نروح نتغدى. يلا حبيبي يلا. السلام عليكم. هو كابتن حسام وابراهيم حسن مفيش حد مسؤول عنهم من اتحاد الكوره يطلع يقول لهم كده عيب، يطلع يرد مكانهم، يطلع حتى يعتذر لشعب المغرب وجمهور المغرب. كابتن حسام انت في اول البطوله قبل البطوله رحت ب10 ايام واحنا كلنا شفنا يعني اغادير كلها كانت بتدعمك والاستاد متقفل 45,000 وشايلينك على كفوف الراحه، والاوتيل كل ماتش تكسب يروحوا يعملوا لك زفه ويعملوا لك ومش عارف. تقول لي بقى احنا سافرنا من مدينه لمدينه بقطر. انت مش مسافر على جمل يعني يا كابتن حسام. اصل دول ريحوا يوم زياده واحنا لا. انت لو مذاكر كويس هتلاقي ان في جدول البطوله محطوط من قبل اصلا ما يعرفوا. انت زهقتنا ان انت صعدت يعني. تحس ان اصلا انا لو مكان منظمين البطوله في المغرب يا اخي بقى زهقتنا. اصل انتوا مش عارف ايه، اصل ناس خايفه وشغل تلقيح بقى بتاع مطلق. انا اسف يعني على الجمله بس ده شغل تلقيح ومش هياكل مع حد يعني. ولا المصريين فرحانين بيه وانت كده ولا هننسى ان انت بقى ما لعبتش كوره يا كابتن. الموضوع بقى سهل وبسيط. انت ما لعبتش كوره عشان كده انت خسرت وخرجت من البطوله. بس سهله. ما تقعدش بقى تقول لا اصل بص ده كان بيبص لي بس اصل دول كانوا بيشجعوا. اللي يشجع براحته يعني. انت الجمهور كان بيدعمك، جمهور المغرب كان بيشجعك، مش عاجبك فلما اتقلب عليك ومش كله معظمهم على شخصك انت برضه مش عاجبك. انا مش هكرر التصريحات اللي قالها لان هي تصريحات الصراحه يعني عيب وما تمثلناش كمصريين ومش هتوصل لاي حاجه غير ان هي هتشحن الدنيا بين اكتر شعبين بيحبوا بعض والدنيا ماشيه بينهم بقالها سنين السنين. المغاربه والمصريين يعني طول الوقت اخوات واحنا هما فاهمين ده كويس واحنا فاهمين ده كويس. ويعني الموضوع بقى شكله بجد دمه تقيل. فارجوكم يعني وقفوا بقى المهزله دي. ملهاش لازمه يا كابتني، ملهاش لازمه وعيب وما يصحش فكره ان احنا يعني اي شخص يبقى ظاهر باد لوزر. يعني مش حابين ان حد يشوفنا الشوفه دي، خصوصا ان في كلام طلع واتقال وطلع الكلام ده مش صح وبتاع. فيعني بجد شكلنا مش الطف حاجه. فانا اتمنى نرجع في اسرع وقت، يا اما حد يطلع من اتحاد الكوره او من ايا كان على لسان المنتخب المصري اولا لازم يعتذر للناس دي،
وهقول لك ليه دلوقتي. وثانيا اتمنى الحاجات اللي زي دي ما تكترش اكتر من كده. احنا كلنا متفاهمين طبعا الغضب المنتخب ومسؤولين المنتخب اذا كان كابتن حسام او كابتن ابراهيم، على راسنا المجهود اللي عملوه طول البطوله، بس الناس دي مالهاش ذنب، الناس دي شالتك على راسها. كابتن حسام يطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك انا مش هرد على الاسئله، وفي نفس الوقت طلع برضو مش عارف كابتن حسام او كابتن ابراهيم قال لك احنا الفندق اللي كنا قاعدين فيه ده مش فندق، ده بنسيون. يا راجل يعني دي حاجات قدام الناس، ده بنسيون يعني مش هينفع حاجه ظاهره قدام الناس كلها نقول عليها حاجات زي دي. الراجل ده في مصريين كانوا رايحين مع بعثه المنتخب اصلا عشان يصوروا جوه ويشوفوا الفندق، وطالعين في الفيديوهات بتاعتهم بيقولوا احنا بنشوف الفندق اللي قاعد فيه لعيبه منتخب مصر عشان يبقوا مطمنين على اللعيبه ويشوفوا بياكلوا احسن اكل ولا لا، ويناموا احسن نومه ولا لا. يعني قدام الدنيا كلها قاعد في فندق 5 نجوم على البحر على الجبل، يعني ما فيش اجمل من كده. غير ان لعيبه منتخب مصر كلهم كانوا بيحيوهم، الطقم كامل اللي موجود في الفندق، اذا كان الناس اللي شغاله في الفندق والناس اللي بتعمل اكل شرب، الناس اللي كتر الف خيرها شالوهم من على راسهم حرفيا. وكابتن حسام نفسه كان خارج قبل ماتش السنغال وهو بيغادر طبعا الفندق يعني، والناس دي بتحييهم على الفتره اللي قعد المنتخب مصر قعدها في الفندق اللي هي فتره دور المجموعه. اللعيبه كلها كانت راضيه ومبسوطه. فانا وغيري من اي حد من صناع المحتوى واي شخص مصري مجرد بس ان هو مصري، يعني اتمنى اي شخص مغربي يتقبل اعتذارنا في حاجه زي دي، ايا كان بقى حد من المغرب كان بيشجع فرقه قدام منتخب مصر، اي حد يا جماعه يشجع اللي هو عايزه. التشجيع حاجه، وان احنا ندي للناس حقها على المجهود اللي عملوه وحسن الاستضافه بتاعتهم دي حاجه تتشال على الراس بعيدا عن الكوره خالص. اتمنى ما حدش يتفهم اي تصريح من كابتن حسام او كابتن ابراهيم بطريقه غلط، لان طبيعي ممكن يكون يعني عصبيه ان هم خرجوا من البطوله والكلام ده كله، فاتمنى تبقوا فاهمين ومقدرين حاجه زي دي.